السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو جديد ومتغرب في السعودية وعن تجربة، فكرة عن تجربة. يعني جات لي الفكرة دي من حتة ان احنا نفيد ونستفاد. نتعلم من خبرات بعض ومن المواقف اللي بتحصل معانا. يعني في كتير مننا بتحصل معاه مواقف بيتعلم منها. وقع في مشكلة وربنا حلها له. حصل معاه موقف جميل بيزيدنا إيجابية وبنستفاد منه. المواقف السلبية اللي احنا نحكيها ونعرف ازاي مثلا الشخص ده طلع منها ازاي. فدي حاجات كلها كويسة، وحاسس ان هي ان شاء الله يعني هتبقى إفادة لينا كلنا. فيديو النهاردة عن تجربة هو خاص بيا، يعني موضوع شخصي حصل معايا أنا. أنا أول ما جيت السعودية هنا جديد. طبعا أي حد بيتغرب أول مرة بتبقى الموضوع معاه صعب جدا وشاق، وما بيبقاش طايق نفسه، سايب أهله وبيته ودنيته وشغله وحياته، كل حاجة كان عايش فيها اتغيرت مرة واحدة، بيلاقي نفسه وحيد. مفيش يعني مفيش صحاب، مفيش قرايب، مفيش قعدة من اللي كان بيقعدها زمان، مفيش. كل ده بيتغير مرة واحدة. فأنا يعني لما كنت في مصر قبل ما أسافر بصراحة كنت بصلي وبقطع شوية، بصلي وبقطع بصلي وبقطع. فبصراحة يعني خدتها فرصة لأن هي في بلاد الحرمين الشريفين وفي بلد النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه. إن أنا ابدا اصلي واحاول بقدر الامكان ان انا احافظ على الصلاه وما اقطعهاش تاني. وقد كان، والله العظيم غيرت لي كل حياتي. مش هقول لك ان انا ما بتحصليش مشاكل، اي حد في حياته بتحصل له مشاكل كتير قوي. آه و... وربنا بيخرجنا منها. بس والله طول ما الواحد بيرمي حموله على ربنا اي مشكله بتعدي. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فعايزين يعني الحكمه من الموضوع ده، صلي، ما تسيبش الصلاه مهما حصل. والله العظيم الصلاه دي بتريح وبتعدي اي مشكله تحصل. وحتى لو كانت المشكله قايمه، كفايه ان انت في معيه الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاه حلوه ومفرحه. وكفايه ان شاء الله ان شاء الله الواحد بيحس ان هو مع ربنا. ما تنامش، ما تعديش يومك من غير ما تكون مخلص فروضك. ما تضيعش صلاة، حتى لو فاتك صلاة صليها في وقت تاني. انا نصيحة مني بنصحكم وبنصح نفسي والله العظيم قبلكم: صلوا وحافظوا على صلاتكم وما تضيعوهاش. ده كانت تجربتي هنا في الغربة. بدأت حياتي تتحسن وتتأقلم لما بدأت أقرب من ربنا وأصلي. أتمنى لو قدر يعني الفيديو عجبكم